تخيل اهلك يدخلوا الغرفه عليك الصباح يقولوا لك قم يا يلا قم مدرسه، وانت تسوي نفسك مريض وميت وما تقدر تداوم، وبعد الكثير من المحاولات والترجي والجلد من الوالد القائد اهلك يوافقوا، وتروح الصاله ومعاك ليز وسندويتش جبن وشاي حليب، ناويها اجمل تكيه في التاريخ. تفتح الشاشه ويجيك الكرتون ذا. كرتون ليث ذا كينج. الكرتون هذا من اكبر الاسباب اللي تخلي الاطفال حاليا ما يتابعوا اي كرتون. ليش؟ لأن بكل اختصار عزيزي المشاهد اللي قدامك أكبر مثال. أختي الصغيرة من أكثر البشر المساكين اللي شفتهم في حياتي، ما عاشرت الكراتين، تتابع لي أفلام روبلوكس وشافا ومدري وش وأشياء مريضة زي هذه. فبصفتي الأخ الأكبر قلت لها كلام فاضي تابعي كراتين، وفعلا شغلنا الشاشة وأنا قاعد أطالع من ورا قاعد أشوف إيش الكرتون اللي بيطلع لها، قاعد أتصفح المنيو حق كارتون نتورك، وكارتون نتورك ما عندهم ولا كرتون خايس، كل الكراتين جامدة، فمترقب كرتون جامد بيجي يفجر مخها ويخليها ما تتابع أي مقاطع مريضة زي هذه. إلا جاء كرتون أول مرة أشوفه في حياتي الصراحة، ما لحقت عليه على أيامي، قلت يعني أوكي كرتون جديد لأنه جيل جديد فبيكون شيء ممتع جديد يعني. كرتون نتورك يعني ما فيها يمين يسار. تابعنا الحلقة الأولى وأنا كنت واقف ورا كذا وقاعد طالع. أول ما خلصنا الحلقة اللي بالموت خلصناها، أختي أعطتني نظرة كذا اللي مخصوم عليك 1000 أورو، ما أنت بأخوي. وأنا من وقتها عرفت إنه ليش الأطفال قاعدين يتابعوا شافوا العنود شغلت السرينة، اعلن حالة الطوارئ بسرعة. من بدايتها شي الذبة الخايسة دي. يا الله واضح اني بستقعد كثير اليوم. جايين ضيوف اليوم ولا ايش؟ لا ابدا، اليوم حنتخلص من الاشياء اللي ما هي لازمتنا. شوفوا كده اغراض كثير زحمة الدنيا على الفاضي. اغراض كثير زحمة الدنيا على الفاضي. إلا 6 مدري 7 أشياء، وين الأشياء الكثير؟ وين الزحمة؟ لبسته مرة واحدة لما اشتركت في المسابقة هذه ما غيرها. أنا راح أوريك دحين شوية حركات مدهشة، استنى ألبس الجاكيت. مو على مقاسك دحين يا ضرغام. دقيقة إيش؟ دحين يا ضرغام. ضرغام؟ برو وات ذا اسم از ذس؟ شفتوا مضبوط كيف؟ الزر، الحقوا بسرعة يا ليث. الزر، هاي رستم. والله عندهم مشاكل كبيرة بالأسامي. ورستم، برغاث، ليث، إيش أسامي العقارب ذي؟ امسك الزر، امسك الزر. طب وهتديني كم بسكوتة؟ امسكه أول. مش هقبل بأقل من بسكوتين. أعطيك اللي تبغاه بس جيب الزر أول. تعال هنا. شوف الحمار قال له امسك الزر، الحمار قاعد يقول له تعال هنا، يعني الزر بيجي ترى يا أخي. عاجلين كده رايحين على فين؟ اجري معانا يا فلافينو، اللي هيمسك الزرار ده هياخد بسكوت من النوع المظبوط. ايه بتتكلم جد؟ لازم اتصرف بالذكاء المرة دي. اوعى كده. ايه بتعمل في شنو انت؟ انا عايز امسك الزرار. دي مشايات رياضة يعني ما حتوديك اي حتة. لو وثقت فيها وفي خيالك هتوديك اي مكان. السرعة انقص وانطلق كده. دقيقة أنا ما ودي أصير حمار وأدقق بأي شيء، بس أشياء بديهية يعني. الزر راح يسار هو راح يمين، ليش؟ انطلق. والله أحس إني قاعد بأحلام العصر. والله أحس إذا في يوتيوبر يسوي أنيميشن يسوي أحسن من كذا. هذا رايح جهة المصرف المائي بسرعة. انا هجيبهولك ما تقلقش خالص. بابا فلافيل. أنا متأكد اللي كتب الأسامي ذي كان قاعد على الكيبورد وجالس مع الأسامي ذي قال خلاص يلا اسم. علافتة بيت البرغوث. ايش يعني بيت البرغوث؟ ده اكيد مكان خيالي بيعيش فيه البرغوث ومراته، دي مجرد اراء. اجرك لك حرك اجرك شوي. اوف، ما لقيتي غير يوم اجازتي هاد لتنطي فيه. دقيقة، رجله كانت مرفوعة أصلا. رجله كانت مرفوعة كيف بتنظف تحته؟ وأصلا كانت رجله مرفوعة. طيب ايش ده؟ الزر انا شايفه هناك، هذا الزر حقي. هوب شو تسوي يا قلب الاسد؟ اسد؟ ايوه انا فعلا اسد، وهذا زر الاسد. شلونه هو مو للبيع؟ روح من هنا احسن بدل ما اتصل بالشرطة. مو للبيع كيف مو للبيع وانت حاطه لافتة مكتوب عليها 2.99 هلا يا اخي. ودي اول مرة راعينا بقى في الساعة. صح يا فلافيلو. هذا زر اثري قديم من التسعينات ونادر، ولو تريدون راح ابيعه لكم ب10,000 دنقل. زر اثري قديم ونادر. والله احس اللي كاتب الفكرة كاتبها خليني ساكت. طيب واحنا حنعرف كيف انه هو المقصود؟ قالت حنعرفه اول ما نشوفه. ها؟ شوفوا اللافتة هذه، مدرسة الرقص للرجل الذي لا يدفع ديونه، اكيد هذا هو. دقيقة تعال من وين جبت كلمة الرجل؟ ما في أي كلمة رجل هنا، مكتوب مدرسة الرقص لمن لا يسدد ديونه.
ايوه تكرهون المرأة صح؟ لا هاي ما في أحد موجود هنا؟ الرجل الذي لا يدفع ديونه انت هنا. اوكي حلقة ثانية لا نظلم الكرتون، لا نظلم الكرتون، حلقة ثانية. هذه هيا دقيقة معلش. ليش يوم يركض يقول هيا وهو الثاني هذاك هيا ماما حنلعب بالفيديو جيم. زوجتي العزيزة كنا نبغى نلعب شوي. يا أخي إيش قاعد أسوي في حياتي؟ ثاني غير هذا المسلسل راح يبدا الحين. على غرفة رزان ادعس. نبغى تلفزيونك رزان، نبغى نلعب. ما راح ينفع صاحبتي حتطلع على التلفزيون. المسؤول عن المؤثرات الصوتية بذا الكرتون والله يبغى لك شغل من اليوم لين بكرة. انت كيف توظفتين اصلا؟ اوكي حلو، هذه هي الشاشة، خذوها ويلعبوا بلاي ستيشن يا شيخ، يرحم لي دين امك وفكونا من شركم يا اخي. وين غرفتك يا ابني؟ اسمع انا ماني طايقك من اليوم اقسم بآيات الله. انتوا اسم العقارب حقك ذا، دخلت الغرفة وتقول وين الغرفة؟ بلا غباء الله يرحم لي امكم. هذه هي الشاشة، خذوها ويلعبوا بلاي ستيشن. وين هو التعفن الدماغي ذا يا اخي؟ الغرفة قدامك. من كم قرن ما نظفت غرفة؟ يا اخي لا تفك السالفة الله يفك راسك. هذه هي الشاشة، انت من اليوم تدور الشاشة، هذه هي الشاشة. قرن ما نظفت غرفتك. ابدا ما نظفتها يا اخي بلا جنون، الشاشة وين راحت؟ يا ابوي دوبا الشاشة كانت هنا، وين راحت؟ يا اخي من يوم ما هو بزر الشاشة ذي في نفس مكانها، ما تغيرت من يوم ما هو ورع. الحين بيقولوا لك وين الشاشة، بيقعدوا يدوروا الشاشة بليل نهار. يا اخي ابدا ما نظفتها. هو فين التلفزيون؟ يلا بقى عايز العب. يا طيب صبر الله. ماشي، التلفزيون فين التلفزيون؟ اهو هنا اهو. على كيف ابوكم يا اخي، ابو كان هنا كيف رسبا هنا فجأة مع عين اندرمان ولا ايش؟ يا اخي كم دافعين على الكرتون ذا، كم دافعين عليه؟ اقسم بالله ريال واحد حرام فيه. لم يتم الافصاح، لا يوجد ارقام قياسيه، اكيد ما راح يقولوا يعني ب5 ريال. انا اقول لكم الحين 5 ريال. طب دقيقه خلينا نشوف شكل اللي سواه. دقيقه ايش؟ قارول يشرغلو يوكركل توكاي وهلولو كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمه سر خبث وخبائث. طيب بالله بشوف وجهه. دقيقه نسخ لصق. والله ما الومك يا جوجل بنفسه يحسبها شعوذه. انا زي الفل، امشي بقى. يا ريتني لقيت دراع سليم. عرفت فين راح الاقيه. عشان تعرفوا ان الكرتون ذا رخيص الف. حتى الرسام اللي يرسم الاشياء ذي كسول. شوف يسوي نسخ لصق. شوف الشنطه ذي في منها 15,000 حبه، في هنا وهنا. الاشياء هذه كلها مكرره، 3 حبات بس يدبلوها 1000 مره. نسخ لصق. كرتون رخيص بشكل. ارفعوا رجولكم، ارفعوا. نزلوا تمام. يا اخي ليش يرفعوا رجولهم وهي يمديها تنظف اصلا؟ يعني تبي تقنعني انه ما يمديها تنظف هنا؟ يا اخي بلا غباء. يا اخي الله يرحم لي امكم، اتعبوا شوي على الكرتون النايم ذا وخلوا على الاقل الارضيه وسخه. اما تخلوا لي المكان انظف من جبهتي وينظفوا كذا كانهم حمير، بلا غباء. كان يسلحونا تختفي من العالم كله. واو السما تمطر، يلا ندخل جوا الحين. يا سلام انحبسنا برا. يلي جوا افتحوا الباب يا جماعة، افتحوا لنا الباب. يا حمار اضرب الباب يا حمار. يا اخي اضرب الباب عشان اللي داخل يسمعوك. يعني شو التخلف ذا؟ تعرف تضرب الباب ولا اجي اضربك ولا افرش ابوك اللي اسم العقا يا شيخ؟ جدني فكرة حلوة، احنا نرمي الحجر على القزاز عشان يسمعونا ويفتحوا لنا. انت اذكى ولد، يلا بسرعة. طيب اضرب الباب، يعني انت الباب ذا ماسك عليك ذله ولا ايش؟ خذ الحجره ذي وافقعها بالباب. ليه القزاز؟ ايش انت الرهابي يعني ولا ايش؟ استنى يا بابا، هذه مرة كبيرة. يا عم انت احوص ولا الدرج ولا مو منك والله من اسم العقارب. ايش الايام التعبان؟ القزاز قدامك شخ الام النبته اللي يا اخي قفل الله يقلع ابو القرف. عكس الجرافيتي شوشر جلسة ضربي يا ابني سيطرة